كتبدا الروايه في الانجليز في القرن 19 مع واحد الولد يتيم وفقير سميتو اوليفر، واخدو واحد الراجل سميتو بامبل كيخدم في الكنيسه وغادي بيه لدار الايتام حيت مو وباه ماتو هو صغير. اوليفر ما غاديش يجلس في دار الايتام فابور، الا بغى ياكل ويشرب خاصو يخدم عند المسؤولين د الخيريه، وماشي غير بوحدو اللي هكا، كاينين بزاف ديال الدراري صغار بحالو تما وحتى هما كيخدموا اي خدمه طلبوها منهم، والمسؤولين ديال الخيريه كيتعاملوا معاهم خايب حيت ما كيهمهمش الدراري، كتهمهم غير الفلوس. الدراري كيخدموا النهار كامل وهما كيعطيوهم ماكله ما كتشبعهمش. واحد من الدراري صغار دار لهم واحد القرعه بالخيوط، واللي غادي يطلع فيه الخيط القصير خاصو يمشي يقول لهم راه الماكله قليله بزاف. بداو التحدي واوليفر هو اللي جا فيه الخيط القصير، وفي وقت الغدا مشى اوليفر عند المسؤول وقال ليه فيا الجوع زيدني. المسؤول بغى يضربو ولكن اوليفر هرب ليه. مشى هذاك المسؤول عند الكبار ديال هاد الخيريه باش يقولها ليهم، وهما كانوا كياكلوا في طبله عامره ماكله، وقرروا يعاقبوا اوليفر على هاد الشيء اللي دار. وكان واحد خدام في تنظيف المداخن غادي في الطريق وشاف اعلان فيه دري صغير للتبني بثمن رخيص بزاف. دخل هاد السيد للخيريه باش يشري اوليفر وداوه عند القاضي باش يقيد العقد. القاضي شاف اوليفر وبقى فيه بزاف وحكم باش ما يتبناهش، ولكن المسؤولين كان عندهم راي واحد اخر وخداو عند واحد كيصنع الصناديق ديال الموتى سميتو صاور بيري. اوليفر بكى ولكن حتى حد ما تسوق ليه، وفاش شافتو مرات صاور قالت لهم صغير بزاف ودخلاتو عند الخدامه باش تعطيه ياكل من داكشي اللي شاط على الكلب. وفاش بغاو ينعسو فرجات ليه في الارض حدا الصناديق اللي كيصايبو. اوليفر خاف بزاف ومشى بالزربه ينعس. صبح الصباح واوليفر فاق على دقان في الباب، فاش حل لقاه ولد صاور اللي هضر معاه باسلوب خايب، والخدامه عطات اوليفر الماكله وقالت ليه ياخذها بعيد وياكلها. وهو كياكل بقى ولدهم كيتنمر عليه حيت يتيم مسكين. صاور شاف كيفاش اوليفر كيخدم من نيتو ونشيط وظريف، بقى فيه وقال لمراتو تبدا تعاملو مزيان، ولكن ما قدرش يقنعها حيت كيخاف منها وهي عصبيه بزاف وخايبه. الغد ليه وهما كيفطروا بدا ولدهم في التنمر عاوتاني وبدا كيعاير ليه مو اللي ميته. اوليفر تعصب بزاف وتلح عليه وضربو. سمعت مو الغوات وجات فكاتهم وحطاتو في واحد البيت صغير وعيطات للمشرف ديال الخيريه. اوليفر ما خافش منه في مره، وفاش جا صاور بدا كيهضر معاه وقال ليه ولدك اللي غلط في ماما. ومراتو تعصبات وقالت لراجلها يضربو وبدا كيضرب فيه غير بزز منه وبقى فيه. نهار الثاني اوليفر هرب من عندهم وبقى غادي في الطريق طويله بزاف وغير بوحدو حتى قرب يوصل لمدينه لندن. عيا ونعس في القش، وفاش كيجي الجوع كياكل اي حاجه حتى لقى واحد الدار ودق عليهم باش يعطيوه شويه ديال الماكله، ولكن مول الدار جري عليه وهرب من تما. وهو غادي تقطع عليه صباطو بكثره المشي وبقى هكاك حتى طاح وسخف. ولقاتو واحد المراه كبيره في العمر، خداتو عندها وعطاتو ياكل وقال ليها باللي باغي يمشي لندن. عز عليها بزاف وخافت عليه من الطريق، ولكن اوليفر شكرها ومشى. وصل لندن ونعس في واحد الشارع بكثره العيا، وفاش فاق كانت رجليه مجروحه. وهنا جا عنده واحد الولد في نفس عمرو اللي كان سميتو تشارلز. تعرفوا على بعضياتهم وبداو كيتمشاو. تشارلز سرق شويه ديال الخبز وعطاه لاوليفر باش ياكل. اوليفر عاود ليه على قصته وخداه معاه لدارهم. فاش دخل لقى بزاف ديال الدراري صغار بحالو حتى هما ايتام. تشارلز عرف اوليفر على مول الدار فيغن اللي رحب به وعاملو زوين وجلسوا كياكل مع الدراري. وهنا كنعرفوا باللي فيغن خدمته هي يعلم الدراري صغار السرقه في مقابل يعيشوا معاه في الدار. فيغن عطاه بلاصه في واحد البيت باش يبدا ينعس فيها، وفي هذا البيت فين كيخبي فيغن المجوهرات الغاليه المسروقه. وهو كيتفرج فيها فاق اوليفر وشافو ومشى كيدد فيه باش ما يقول حتى حد بلي شاف هذا الشيء، وقال ليه انا مخبي هذا الشيء باش نهار نكبر ونشرف ما نتشردش. اوليفر قال ليه ما تخافش هذا الشيء غادي يبقى سر بيناتنا. النهار الثاني بدا كيجمع داك الشيء اللي سرقوا الدراري، وكان فيهم واحد الثوب فيه علامه مخيطه. فيغن قال لاوليفر يحيدها بالابره باش يقدروا يبيعوه. وهنا الدراري بداو كيعلموا اوليفر كيفاش يسرق حتى هو. تما دخلوا عليهم جوج ديال البنات نانسي وبيت اللي كانوا خدامين مع فيغن شحال هادي وتعرفوا على اوليفر. دازت الوقت واوليفر من الدار ومشى سرق واحد الثوب من فيغن باش يبين ليه باللي قادر حتى هو يخرج ويسرق. فيغن وافق باش يخليه يخرج وعطاه شويه ديال الفلوس وصباط. وهو في السوق سرقوا لواحد الراجل منديل من جيبو، ومول المحل شافهم بدا كيغوت عليهم وجوج دراري الاخرين هربوا، ولكن اوليفر تلف وما قدرش يجري ديك الساعه. وفاش هرب تبعوه الناس كاملين حتى شدوه وداوه عند القاضي. والدراري الاخرين مشاو كيقولوا هادشي لفيغن. منين كان اوليفر في المحكمه القاضي كان عصبي بزاف وما خلى حتى حد الفرصه فين يهضر. هنا اوليفر سخف، ولكن القاضي صحاب ليه غير كيمثل وحكم عليه ب3 شهور ديال الحبس. وهنا دخل مول المحل وقال القاضي ماشي هاد الدري اللي سرق، ولكن القاضي جرى عليه
واحد الراجل لاباس عليه سميتو براون بقى فيه اوليفر وخداه معاه في طوموبيلتو. وهنا كنشوفو فيغن اللي كان معصب بزاف وخايف لا اوليفر يعترف ليهم بكل شيء ويقول لهم عليه. وصيفط نانسي باش تجيب ليه الاخبار ومشات عند البوليس وبدات كتبكي وكتمثل باللي كتقلب على خوها. البوليس قال لها باللي السيد براون خداه معاه وعطاها العنوان ديالو. وهنا اوليفر فاق ولقى راسو وسط دار زوينه بزاف ونقيه. حاول ينوض ولكن عاود طاح عاوتاني. اللي مكلفه بالدار هي والسيد براون هزوه وغطاوه. موراها فاق وزاد تعرف على السيد براون كثر ولبسوه اللباس غالي بزاف. وهنا السيد براون قال ليه واش تبغي تولي مؤلف كبير فاش تكبر. جاوبوا اوليفر باللي كيفضل يبيع الكتوبه. هنا السيد براون عرفو كيبغي التجاره بزاف. في هذا الوقت كانوا بيل ونانسي حاضيين الدار ديال براون وبراون سخر اوليفر باش يشري شي كتوبه. وصاحب براون قال ليه باللي غادي يهرب ليه بالفلوس وما غيرجعش. اوليفر وهو غادي في السوق شداتو نانسي بدات كتقول ليه وسط الناس واخيرا لقيت خويا. اوليفر كيغوت وكيقول لهم باللي راها غير كذابه. هنا جا بيل وبدا كيمثل عليهم حتى هو وبدا كيقول خليتي امك مسكينه خايفه عليك وهكا حتى قدروا ياخذوه وداوه عند فيغن. وغير دخلوا بداو كيضحكوا على حوايجو. بيل سرق ليه الفلوس. وهنا اوليفر خاف بزاف للسيد براون يحسبوه هرب ليه بالفلوس وحاول يهرب من الدار. خرج كيجري ونانسي سدات الباب على بيل حيت كان غادي يحرش الكلب ديالو على اوليفر. ولكن بيل ضربها وخرج وفي الاخير قدروا يشدوا اوليفر ورجعوه للدار. فيغن كان غادي يضربوه ولكن نانسي ما خلاتوش. الدراري خداو ليه اللباس ديالو الغالي ولبسوه اللباس ديالهم. من بعد سدوا عليه في واحد البيت. لغديه جاب ليه فيغن الفطور وبدا كيحسو بالذنب حيت هو دخلوا عنده وتهلا فيه وفي الاخير هرب وخلاه. في الليل بيل صيفط نانسي تجيب ليه اوليفر وهما في الطريق قالت ليه من الاحسن تسمع لهضرتو باش ما يأذيكش. فاش وصل عندهم مشاو عند واحد الراجل سميتو توبي وشافهم كيوجدوا في السلاح. اوليفر ما فهم والو تما خداوه ومشاو حتى وصلوا لدار السيد براون. وهنا كانوا باغيين يدخلوا للدار باش يسرقوها. حاول اوليفر يوقفهم ولكن ما قدرش وطلعوه من واحد الشرجم باش يدخل ويحل لهم الباب. وهو كيحل سمعهم براون وفاق. اوليفر مشى كيجري عند السيد براون ولكن بيل ضربوه بالسلاح وجات في دراع اوليفر. تما هزوه وخرجوه هربانين من الدار. بيل تعكل وطاح في الواد وتوبي خدا اوليفر وداه لفيغن اللي حاول يوقف الدم من يدو. بيل رجع للدار وكان مازال عيان وقال لفيغن غير يقدر ينوض غادي يدي اوليفر لشي قنت ويصفيها ليه. نانسي كانت كتسمع ليهم وفاش مشى فيغن دارت المنوم لبيل ومشات لدار براون ولكن ما لقاتوش. وقالت المديره ديال الدار تقول لبراون باش يتلاقاها ضروري نهار الحد باش يقدروا يعتقوا اوليفر. وصل الحد وكان فيغن كيداوي الجرح ديال اوليفر وبقى كيشكر فيه حيت رد ليه البال. وهنا كانت نانسي باغا تخرج ولكن بيل حبسها. فيغن قال لها تهبط معاه للقابو وتشد ليه الشمعه. وهنا بدا كيشك فيها ومشى عند تشارلز باش يبقى حاضيها بلا ما تحس به. الغد ليه مشات للقنطره ولقات السيد براون تما وقالت ليه اوليفر ما سرقوش وباللي راه كاين في دار فيغن وعطاتو العنوان ديال الدار وقالت ليه خاصك تعتقو قبل ما يقتلوه. وبراون قال ليها غادي نعلم البوليس. وهنا كان تشارلز كيسمع ليهم ومشى مباشره عند فيغن وبيل قالها ليهم. بيل تعصب وقال لفيغن باش يهرب هو والدراري من تما. وهو مشى عند نانسي وقال لها عرفتك شنو درتي. قالت ليه بلي ما جبداتش سميتو ولكن ما رحمهاش وضربها. الغد ليه جات عندها صاحبتها ولقاتها ميته. توبي مشى عند فيغن ودا معاه الجورنال اللي مكتوب فيه بلي نانسي مات مقتوله. وبالليل كيقلبوا على السيد اللي ديما كيكون معاها وعنده كلب كبير وبيض وكيقلبوا حتى على فيغن اللي واخد معاه الدري صغير اوليفر. وهنا كنشوفوا بيل اللي مشى لواحد الخلا باش يقتل الكلب ديالو حيت هو الدليل الوحيد اللي عليه. ولكن الكلب حس بالغدر وهرب من تما ومشى عند البوليس. بيل مشى فين كاينين الدراري وفيغن وكان كلشي ما حاملوش حيت قتل نانسي. وحتى من تشارلز هجم عليه على ود هادشي اللي دار. الكلب ديال بيل دا البوليس للدار اللي مخبين فيها ولكن بيل خدا اوليفر وهرب من سطوحه ديال الديور. ربط راسو بحبل باش ينقز من واحد الدار وغير وصل للشرجم سمع الصوت ديال الكلب ديالو كينبح وتخلع وطاح ومات. وهنا كنشوفوا اوليفر في الدار ديال السيد براون اللي اعتذر منه حيت شكوا فيه. اوليفر بغى يشوف فيغن ومشى عنده للحبس ولقاه بدا كيحماق. قرب لعندو وشكرو حيت تهلا فيه. وفيغن بدا كيقول ليه على فين مخبي الصندوق ديال المجوهرات. اوليفر حزن بزاف على فيغن وبكى عليه بزاف حيت عرف باللي تحكم عليه بالاعدام. موراها عاش اوليفر مع براون بسلام. وهنا غنكون وصلنا لنهايه القصه. نتلاقاو في الفيديو الجاي. السلام عليكم.